Welcome to 18 Plus Hair Expert Lab. دكتور شيرين، مبسوطة قوي إن حضرتك معانا النهاردة عشان عندي أسئلة كتيرة قوي ليكي. Since you are a new mom عندي أسئلة كتيرة قوي علشان في أمهات كتيرة دلوقتي قلقانة إن أول لما بيخلفوا شعرهم بيقع كتير جدا، فممكن تحكي لنا عن الموضوع ده؟ بصراحة موضوع النهاردة لذيذ قوي إن احنا هنتكلم فيه، اللي هو تساقط ما بعد الولادة. بتيجي طبعا الأم مخضوضة في العيادة بتشتكي إيه اللي بيحصل في شعري. تلاقي كل حاجة بقى واقعة تلاقي وكده. طبعا كمية كبيرة قوي من شعرها بتدخل مرحلة التساقط فبتتخض. أنا بطمنهم عادي جدا، ده نورمال وبيتعالج ومفيش أي مشكلة، لأن لخبطة الهرمونز اللي بتحصل فجأة الهرمونز تبقى عالية قوي، بالذات الإستروجين بيبتدي يقل جرادولي. طبعا الشعراية بيحصل لها زي شوك، تدخل في مرحلة تدخل في مرحلة التساقط على طول. وطبعا البوست بارتم ديبريشن والتعب والتوتر والقلق، كل الكلام ده مع اللي احنا قلناه بيزود الحالة دي جدا. يعني طمنتينا الموضوع مش بس هرمونال، الموضوع ممكن يكون ستريس وتعب وقلق، كل ده مع بعض طبعا، وبالذات الاسترس لانه بيعلي الهرمونز بتاعت الاسترس في الجسم زي الكورتيزول، بيأثر على الهير سايكل ويدخل الهير فوليكل في مرحلة التساقط اللي احنا بنتكلم عليها. طب سؤال، ازاي نقدر نهتم بالهير فوليكلز بتاعتنا سواء كانوا نيو ماذرز او شخص مثلا عنده ستريس او عمل اكستريم دايت او ايا كان الموضوع؟ اهم حاجه طبعا يلحق نفسه على طول بالعلاج، يبدا التريتمنت على طول، لان تريتمنت الشعر كمان بتطول. اوكي، كنت عاوزه اسال حضرتك اكتر بقى عن 18 بلس هير سبراي وازاي بيعالج تساقط الشعر وبيحفز الشعر ان هو يطول اكتر. بصي السبراي صراحه فيه انجريدينتس حلوه قوي بتساعد الهير فوليكل انها تستعيد نفسها وانها تدخل في الهير سايكل، زي الريدنسيل والكابيكسيل والبروكابيل، موجوده بنسبه 9%، حلوه قوي بجد وفعلا بتجيب نتائج جميله جدا. وسمعت كمان ان في ماتشا، فايه بقى موضوع الماتشا اللي موجود في السبراي ده؟ دي باودر جرين تي، موجود الكافيين بيها بنسبه عاليه جدا، بتبتدي تحسن البلاد سبلاي اللي رايح لفروه الراس وتحسن البلاد سبلاي بتاع الهير فوليكل، فالشعرايه تبتدي تستعيد نفسها ويبتدي الشعرايه تشد حيلها كده معاها، كاننا فوقنا الهير فوليكلز بتاعتنا يعني.